كثير مدرس في المجتمع بشكل عام. نعم. أستاذ، في البداية إذا تعرفنا عن الفيزياء أو علم الفيزياء، ما هو علم الفيزياء؟ علم الفيزياء علم أساسي يتكلم عن أساسيات العمل بشكل أساسي لأي عملية. يعني يقال بالفيزياء، وهو يعني معلومة مضحكة نوعا ما، يقول مثلا إذا شخص سقط من أعلى بناية فهي ما مسؤولة عن وفاته أو عن الحالة اللي وصل بها، لكن تفسر لك أسباب سقوطه، ايش قد سرعته، ايش قد يوصل للأرض، وايش قد تأثير الجاذبية عليه. أما التفاصيل الأخرى هو مسؤول عنها. فدائما الفيزياء تبحث عن أصل نشوء الحوادث سواء طبيعية أو الأخرى. على سبيل المثال مثلا السيارة، من شنو اللي يقود السيارة تنتقل من مكان إلى آخر. ما تسألك إنه أو ما تجاوبك إذا السائق يعرف عنده إجازة السوق أو يعرف يسوق أو ما يعرف يسوق، لكن تجيبك كيف تعمل محرك السيارة على نقل هذه المركبة من مكان إلى مكان. أو الساعة، ما يعطيك الوقت أو يعطيك جواب عن الوقت الساعة ايش قد الآن، لكن يجاوبك إنه كيف تعمل هذه الساعة، وش تتألف، شنو اللي يخلي هذه عقارب الساعة تدور، ونتعرف على الساعة. فهي الأساس. بعدها اجت العلوم الباقية كملت، سواء الرياضية أو غيرها، كملت على وضع قواعد ومعادلات رياضية تفسيرا لهذه الظواهر. لكن الأساس خاصة في الظواهر الطبيعية، في سبب ورية السماء باللون الأزرق والنجوم والكواكب وغيرها من الظواهر اللي تحيط بنا سواء في الفضاء أو في الكرة الأرضية. نعم. يعني احنا اذا واحد يسالنا يقول لنا احنا شنو نستفاد من الفيزياء، نقول له احنا نستفاد منها في محرك السياره وعقارب الساعه وهذه، يعني هذا ممكن جواب يكون وافي؟ يعني كهرباء حولنا، الطاقة النووية، الطاقة الكهربائية، الطاقة الحرارية، شلون نستفاد من عندها بالأجهزة التدفئة اللي حوالينا، وشلون نستفاد أيضا من الظواهر الطبيعية اللي تحيط بينا أنه تنفعنا كمردود حتى تجاري نوعا ما، وبنفس الوقت مردود ترفيهي أو توفير أساليب الحياة المنعمة مثل التدفئة والتبريد والأجهزة والتطورات والأجهزة التليفون وما التليفون واستخدام التليفونات. نعم. والتكنولوجيا الحالية اللي هي كلها تعتمد اعتماد كلي على مبادئ الفيزياء وعلى قوانين الفيزياء. نعم. إذن أستاذ أحمد، علم الفيزياء هو اكتشاف وليس اختراع. هو يعني تفسير لظواهر أساسية موجودة. صحيح. يعني هو فسر يعني الخط أو الناقل ما بين الظاهرة وما بين الإنسان، حتى فسر الظاهرة. يعني الظواهر، يعني نيوتن لما اكتشف الجاذبية موجودة، لكن صحيح. من خلال الفيزياء نيوتن اكتشفها. وكذلك العلماء اللي بعد نيوتن لحد يومنا هذا، هي ظواهر موجودة فسروها للناس بشكل مبسط، واستغلوها استغلال جدا جميل. وإذا نلاحظ حاليا التكنولوجيا اللي واصلتها الدول والتطور كله بفضل الفيزياء، إلى آخر الاكتشافات الحالية اللي هو ما يسمى بالاتصال الكمي أو الإلكترونات المتشاكهة والمتشابهة. هذا طبعا حاليا يحاولون دراسات على نقل الاتصال. احنا حاليا اتصالاتنا تعتمد على سرعة الضوء، باعتبار الموجات الكهرومغناطيسية بما فيه البث الحالي اللي احنا نبثه يعتمد على سرعة الضوء والموجات الكهرومغناطيسية اللي هي 3 في 10 أس 8 متر بالثانية. لكن هذا الاتصال إذا نقارن في يعني اتصال ما بين نجم ونجم، ما بين مسافات بعيدة، نحتاج إلى سنة حتى توصل الإرسال أو البث أو الاتصال. حاليا بدأوا يكتشفون هذه الإلكترونات المتشاكهة اللي هي إلكترونيا متشابهين تماما، لكن اختلافهم بالشحنة. إذا يتحرك الأول يتحرك الثاني بنفس الحركة بنفس اللحظة، وهذا راح يختصر علينا أنه لما نرسل موجة أو اتصال من مكان إلى مكان راح يكون بسرعة فائقة، أسرع من الاتصالات اللي احنا حاليا نستخدمها بحياتنا اليومية. وهاي دراسة اكتشفوها يعني طبقوها باليابان وبنيويورك، ووصلوا إلى نتائج. يعني نقلوا ما بين ضفتي نهر
مسافه قريبه، لكن اكو تطور على هذه الامور وراح نشوف تطور كبير من خلال الفيزياء. تمام. نعم. استاذ، احنا من نتكلم عن الفيزياء يعني بشكل عام، اذا انت كنت دارس للفيزياء او بس سامع عن الفيزياء يجي ببالك نيوتن، يعني الربط بين الفيزياء ونيوتن، هل يعتبر نيوتن من اعظم علماء الفيزياء لو اكو افضل من عنده، ولكن كصيت نيوتن اكثر من عندهم؟ حقيقه العلماء اللي بعد نيوتن ابدعوا، وخاصه اذا اجي اقارن بين نيوتن وبين اينشتاين الاحظ يعني اينشتاين فاق بنيوتن بالكثير، لكن اني احيز او يعني اميل نوعا ما الى صاحب الفكره الاساسيه. نعم. اكو فرق ما بين صاحب الفكره الاساسيه وما بين مطور على الفكره الاساسيه. يعني نيوتن صاحب الفكره الاساسيه، وضع الفيزياء ووضع القاعده الاساسيه. صح انه اينشتاين يعني خاصه بالنظريه النسبيه، اذا يعني الانسان لما يتطرق لها او يقراها بشكل مبسط راح يبقى منذهل من الافكار اللي قدمها العالم اينشتاين، وعلى الرؤيه اللي يفكر بها، وعلى يعني الدماغ هذا باي طريقه يفكر. لكن لما ارجع الفكره الاساسيه نيوتن. فانا يعني اميل نوعا ما الى صاحب الفكره الاساسيه اكثر من المطور. لكن العلماء يعني سواء العالم اينشتاين او ماكس بلانك صاحب نظريه الكم، او العالم تسلا صاحب الفكره الدمج ما بين الكهرباء والمغناطيس حاليا اللي نلاحظه بالسيارات الحاليه سياره تسلا، يعني اكتشافات عظيمه، بس ابقى اميل الى مؤسس الفيزياء اللي هو العالم نيوتن. نعم. في الفيزياء إلى أي مدى نعتمد على الثيوريز أو النظريات أيضا؟ النظريه يعني 50-50، لا يعني نظريات النظريه والعمليه يعني الفيزياء على الاثنين تعتمد. بعض النظريات احنا نتكلم عن النظريه لازم تثبت بعلاقه او بتجربه حتى تكون واضحه. بعض النظريات وجدوا يعني لها اثبات، بعضها بقت نظريه. منها ما يعني يتوافق ومنها ما يعترض. يعني مثلا نظريه الكم اللي هي مسمى بنظريه الاحتماليه، العالم اينشتاين ما كان مؤمن بها، وهذا يعتبر الخطأ الوحيد في مسيره العالم اينشتاين. يعني وضعوا يعني مبدأ الاحتماليه، يعني المفهوم مالته انه مثلا اذا شخص خرج من مكان، يعني كتبسيط للمشاهد، انه اذا شخص خرج من البيت وما انطاك اي معلومه لخروجه، وين ممكن هذا الشخص راح؟ انت ممكن يدور في بالك انه ذهب للسوق، ممكن ذهب الى محافظه اخرى، ممكن ذهب الى دوله اخرى، ممكن سافر الى القمر. هذه كل احتمالات وارده. متى يكون هذا الاحتماليه اكيد؟ هذا احتماليه تكون اكيد لما تلاحظ هذا الشخص، لما تراقبه وتشوفه راح يكون انا اكيد 100%. اما انت اذا ما ملاحظه فهذه كل احتماليات. وعزز هذه الظاهره العالم اسمه شرودنجر من علماء الكم، قال لو عندنا قطه بزونه نخليها داخل صندوق، ويا الصندوق نخلي ماده مشعه، ونخلي ما يسمى بعداد جايجر وماده او غاز سام. اذا اشتغلت هاي الماده المشعه يشتغل عداد جايجر، يفتح هذه الفوهمات القارور اللي تحتوي على الغاز السام، ممكن القطه تموت. فاغلق الصندوق، قال كم احتمال عندنا؟ طبعا هاي النظريه افتراضيه، قال كم احتمال عندنا للقطه؟ عندنا احتمالين، 50% ممكن عدله و50% ممكن ميته. شو وقت راح يكون هذا الاحتمال اكيد؟ لما نرفع الغطاء مالت الصندوق وننظر للبزونه او القطه راح نلاحظ اذا عايشه فاذا هي عايشه 100%، واذا متوفيه فاذا هي 100% متوفيه. فالقصد انه هذا يسمونه مبدا الاحتماليه. وعارض العالم اينشتاين، كان هو في نقاشه مع العالم بور اللي هو احد مطورين علم الذره. العالم اينشتاين غير مؤمن بهذه النظريه، فكان جالس هو والعالم بور في الحديقه في يعني نقاش بيناتهم. العالم بور مؤمن بقضيه الكم، والعالم اينشتاين رافض هذه الفكره. فالقمر خلف العالم اينشتاين من هو يتكلم، يعني هو من قعده والقمر موجود طالع، فيسال العالم بور يقول له هل من الممكن انا هسه حاليا ما دا اشوف القمر، بس انا من قعده القمر موجود، هل من ممكن اذا استدير الان يعني لا اجد القمر؟ احتمال موجود واحتمال ما موجود.
ايه. فايش قال له؟ يعني جمله مشهوره العالم اينشتاين، قال ان الله لا يلعب بالنرد. يعني هذه الامور في الكون ليس بعامل الصدفه، ليس بعامل الاحتماليه، كل شيء تحت قاعده وتحت امور دقيقه 100%. فالعالم بور رد عليه قال له يعني كفاك تملي على الله ما لا يريد. يعني لا تفرض على الكون وعلى ماهيه الكون انه يكون وفق النظريه اللي انت تريدها. فهذا يعني العالم اينشتاين على مستوى عالم اينشتاين وضعت نظريه الكم وهو كان غير مؤمن بها ورافضها، لكن العلماء الباقي امنوا بها، وحاليا النتائج موجوده. فالنظريه احيانا تلقى نتائج واحيانا ما تلقى نتائج، واحيانا علماء على مستوى من يوافقها ومن يرفضها على حسب قناعات كل عالم. يعني انت برايك انه العملي، الشغلات العمليه اللي هو سيد الاثبات، هو النظريه توضع، يبقى الاثبات من خلال المعادلات ومن خلال اشياء عمليه يلا تصير اكيده يعني 100%. تمام. استاذ، يعني الفيزياء ممتعه، كلش ممتعه، مثلا الوقت والسفر عبر الزمن والى اخره، من نشوفها بالافلام، مثلا افلام الانترستيلر وهذه الانواع من الافلام، فنستمتع ونفهم، يعني الى حد ما نفهم من الفيزياء او من هذه العمليات، ولكن عندما يكون في المنهج ما نفتهمها. شنو السبب؟ السبب حقيقه يعني السبب راح اذكره من خلال تجربه شخصيه، كوني انا طالب كنت وصرت يعني مدرس. اول ما دخلت بالجامعه يعني كنت كاره جدا. اول ما دخلت تعامل الاساتذه والدكاتره وقتها كان سيء. ما اعرف هي فلسفه الفيزياء اعتقد تاثر احيانا على اشخاص وعلى يعني موصلي الفكره بالفيزياء، تؤثر على سلوكياتهم، على طريقه تدريسهم. لا اعلم، لان انا حاليا مو هيك. يعني انا اتكلم ما بيني وما بين طلابي محبه كلش كبيره، ويعني احبهم حرفيا يعني، وهم متعتي في اليوم. يعني انا ادخل في الدرس يعني الطلاب يعطوني السعاده الغير متناهيه بالكلام الحلو بالتعليقات. يعني اتذكر قبل يومين كان عندنا امتحان فيزياء، لقيت الطلاب مخلي رساله على السياره ورقيه كاتبين بها شكر وامتنان على الاسئله واحنا مجاوبين. طبعا هذا يومي، ولحد الان لما اتذكر هيك حاله جدا سعيد. احيانا الطالب هو لما تكون انت صادق في عملك، ولما تكون صاحب اسلوب حلو وتنطي للطالب اهميته وامكانيته، مو مدرس انت متسلط على الطالب، لا، انت موصل لفكره، انت مؤدي الى رساله تؤديها بالشكل الصح، بشكل المحترم تجاه الطالب، تحترم الطالب وتقربه محبه، راح توجد رده فعل من الطالب كلش حلوه. فالقصد الاشكال يعني موصلي الفكره بشخصياتهم. يعني احنا عندنا اشكاليه بالمجال التربوي بموصلي رساله التعليم، مو بس بالفيزياء. انا على يقين بالمواد الاخرى هنالك مشكله بايصال الفكره. احتمال عنده علميه كافيه وعلميه كبيره، بس مشكلته في شخصيته وفي اسلوبه. يعني احنا هنا يعني حاليا خاصه بالتدريس ما نعتمد على العلميه بقد ما نعتمد على الاسلوب. العلميه كل واحد يقدر يمتلكها، والمنهج قياسا على المدرس بسيط، يقدر المدرس يوصله باي طريقه، تبقى الاسلوب والطريقه اللي يوصلها للطالب. اذا كان الاسلوب سيء اكيد راح تكون هناك رده فعل على استقبال المعلومه وصعوبتها. لكن لما يكون المدرس اسلوبه جميل وتصرفاته حلوه ومحترمه ويعطي للطالب اهميته واحب الطالب هذا المدرس، 100% اي معلومه راح يستلمها بشكل كامل من المدرس. استاذ، طرق التدريس وطرق التعليم يعني بالشكل الصحيح والشكل السلس يعني مطلوبه من كل المواد، ولكن تحياتنا لمدرسي الفيزياء. مدرسي الفيزياء على مر العصور يعني الطلاب مدى يحبوهم. مع العلم اني كان عندي استاذ احب اذكره هنا، استاذ جوهر، كان من افضل اساتذه الفيزياء اللي كان يعزف لنا قبل ما يدرسنا، يعزف على العود. هاي الفقره الحلوه. اي، فقصدي يعني يجوز انت واحد من 100 من الاساتذه. احنا خلي شويه نركز على اساتذه الفيزياء. العلم ياثر على نفسيتهم،
لو شنو الموضوع؟ لو انه هم ماخذين هذا القالب لازم انا كاستاذ فيزياء لازم اكون بهالاسلوب. انا اتكلم عن يمكن كنا طلاب الجامعه، يعني للطرفه يقال عن قسم الفيزياء قسم المجانين، يمكن ما اعرف اذا سامعين بها او ما سامعين بها، يطلقون دائما هذه المسميات على يعني لقب قسم المجانين. طبعا هم ومع احتراماتي للقسم الاخر اللي هو علم النفس، يعني الماده لها تاثير، الفلسفه الموجوده بالفيزياء لها تاثير على الشخصيه، بس يبقى لازم يحاول الانسان، خاصه التدريس، اكو فرق ما بين اكاديمي وما بين انسان باحث، اكو اختلاف. لما تكون اكاديمي وتدريسي عندك اختلاط مستمر مع المجتمع، لازم تكون عندك طريقه واسلوب بالمجتمع. الباحث مو بالضروره انه يلتقي بالمجتمع، يعني اسلوبه مو شرط ان يكون هو اوكي مطلوب، بس مو مثل الاكاديمي. فتأثير الفلسفة على الشخص، فلسفة الفيزياء بشكل عام ونظرياتها ويعني معادلاتها المعقدة لما يبحر بها الطالب لما يكون في الجامعة وبعدين يتخرج كيكون مدرس، أكيد لها تأثير. لكن أكو من يضيع في دوامة هذا المادة ويبقى بهذا الأسلوب احنا نقول عليه المتعجرف أو الثقيل. اكو عندهم يضيعون، واكو عندهم لا يوازن ويقدر يسيطر، يطور روحه يعني كثره القراءه بمصادر اخرى خارج الفيزياء. يعني مثلا انا اتكلم عن نفسي، اهتم بكتب اخرى غير الفيزياء، مثلا الشعر، مثلا القصص الحلوه، العبارات الحلوه، احيانا اقتبسها اخليها داخل الدرس، تغير من الدرس ومن جو الدرس. والقى الطلاب جدا يعني احيانا اصبح الطلاب يقول استاذ لي الشعر. احيانا زملاء كم من يسوون هالشغله؟ لا يعني ما اقدر اقول لا كانت يعني تامه 100%. اكيد اكو مدرسين افضل بالطريقه وبالاسلوب، وهاي منتهي عندها، لكن نسبه قليله. وهذا اشكاليتنا، هذه اشكاليه بالعمليه التربويه. العمليه التربويه تحتاج الى الكثير اهتمام اكثر. يعني نتكلم عن العمليه التربويه هي الاساس للمجتمع. يعني احنا ننقل جيل مستقبلي. اذا اعتنيت بهذا الجيل المستقبلي ووجهته بالطريقه الصحيحه، راح تحصل على مجتمع جدا ناجح وجدا مثقف. اذا اسأت بهذا الجيل، لهذا تعرف الجيل يجيك الطالب يستلم معلومه ويطبقها. ايش تنطي معلومه هو يطبقها. انطيته معلومه صح واسلوب صح، طبعا انت قدوته. يعني بهيش عمر قدوته اثنين، قدوته سواء الطالب ولا الطالبه، ابوه وامه، اولياء اموره، والمدرس، الاستاذ او الاستاذه بالمكان. هذول اكثر مؤثرين، اكثر شخصين مؤثرين مباشر به. فلما تعطي الفكره صح والاسلوب يكون صح، راح تخلق مجتمع مثقف ومجتمع واعي. لما تنطي المعلومه خطا او ايصال المعلومه بطريقه سيئه، بعدم احترام او بطريقه سلطويه، راح تخلق مجتمع بهذه الطريقه. اشكاليتنا حاليا مع العمليه التربويه تحتاج الى تحسين، واذا ان شاء الله تطرق النوب لقضيه اخرى مهمه من خلال رساله مهمه من التدريسيين. نعم. استاذ، المختبرات الى اي مدى يعني الى يعني أهميتها حتى توصل الفكرة إلى الطالب؟ يعني مرات إذا شرحتها بشكل عملي يعني يثبت بالعقل وما ننساها وقت الامتحانات. مشكلتنا الكبيرة اللي ما جت تنحل. مشكلتنا الكبيرة حاليا للأسف أصبحت قاعات المختبرات تحسب قاعات فارغة، قاعات امتحانية، ما تحسب قاعات مختبرية. مشكلة في أغلب المدارس، نحكي على أغلب إلى نسبة 80% أو 70% من المدارس تفتقر إلى المختبرات العلمية. صحيح. وهذا بحد ذاته يعني جريمة بحق الطالب. لأن هسه من نلاحظ احنا يعني يتخرج الطالب من الإعدادية ومصف السادس وهو ما فاهم ما معنى المتسعة، وهو ما فاهم ما معنى المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي وشلون يتولد وشلون يصير التجاذب. ما دام يعني الطالب لما تنطيه المعلومة العلمية، خاصة هنالك أشياء علمية لازم عملي بشكل عملي يعني نثبتها. لما نكون مفتقر لهذه الحالة أو لهذا المختبر، راح يبقى هو أسير خياله. يتخيل ممكن صحيح من خياله، ممكن خطأ، يجوز يبني معلومات على خياله، لأنه هو ما عنده واقع
يطبق هذا الكلام، فما عنده شلون يحفظ المعلومه، يحفظها خياليا، بتخيل يقربها الى اقرب شيء بحياته اليوميه على مود يتمسك بالمعلومه يعني بدماغه. فالعملي جدا مهم، ولهذا احنا تخرجنا وناس هوايه تخرجت ما يقدر يسوي اي شيء، دائره كهربائيه ما يقدر يسوي، دائره بسيطه يقدر اي واحد يسويها ما يقدر يسويها، ما يعرف شنو الاجهزه الكهربائيه. ليش؟ لان نفتقر المختبرات العلميه. المختبرات طبعا مو بس بالفيزياء، بالفيزياء وبالكيمياء وبالاحياء جدا جدا مهمه، وهذه نقطه طبعا حتى بالجامعه احييك. حتى بالجامعات موجوده، ما اقول ما موجوده، لا موجوده، لكن ايضا مو بالمستوى. انت تحكي على تطور، يعني احنا حاليا ما زالوا يعملون بتجارب اصلا قرضت، او تجارب ما اصبح لها اي اثبات حالي. يعني تجارب الان وصلت تجارب الى سبل والى اكتشافات كلش حديثه، فلازم تتواكب ويتطور. يعني احنا عندنا بالصف السادس عندنا فصل ما زال يتكلم عن اساسيات وعن اشياء اصبحت جدا جدا قديمه اصلا ما يستخدموها حاليا. هذا شيء سيء. يعني لازم المناهج تتطور مع تطور العلم، ولازم نواكب التطور حتى نوصل على نتائج مهمه. يعني حاليا اكتشافات بالعراق جدا ضعيفه. الطالب مجرد ناقل للمعلومه، مو مفتهم فد شيء، ناقل المعلومه، وهذا مشكله. يعني يعني يتخرج الطالب من الجامعه وهو حافظ المعلومه مو فاهمها. وهذا بحد ذاته مشكله. يعني ما جاي نتطور، ما دا يصير عندنا تطور صناعي ولا يعني بالجانب نحكي به بالجانب العملي، لا بالصناعي ولا تطور ولا اكتشاف ولا على ابسط الاشياء. الدول وصلت الى مراحل متقدمه من الطائرات والسيارات والناقلات والاجهزه واستخدامها. هسه نلاحظ كل اجهزتنا اللي نستخدمها هي من خلال الفيزياء، بس مكتشفيها منو؟ مكتشفين دول اوروبا والدول الغربيه. ليش؟ لان اهتمامهم اهتمام بالغ. انا لاحظت هذا والتمسته، درست الماجستير في تركيا، لاحظت في تركيا اهتمامهم بالمواد الشرحيه والمواد التحضيريه جدا ضعيف، بس يهتموا اهتمام كلش كبير بالجانب العملي بالبحث بشكل عام. يتعبك جدا. ليش؟ لان هذا اهم. هذا يعطيه ناتج يقدر يستفاد من هذه الفكره. يعني انا طالب ماجستير، وهذه ما انساها، تعتبر نوع من الاستهانه بالمعلومات اللي احنا واصلين. يعني انا عملت الماجستير مالتي والنتائج مالته على جهاز صانعه طالب بكالوريوس تركي. طالب بكالوريوس مخترع جهاز لطاقه الرياح، لتوليد طاقه الرياح، توليد الكهرباء من طاقه الرياح. انا عملت عليه. يعني ابو الماجستير يعمل على جهاز واضع منه ابو البكالوريوس طالب تركي. فهذه يعني نقطه جدا سيئه على طلاب الدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه، لما يطلعون خارج العراق. زين استاذ، احنا مثل ما نعرف عندنا كتب ومؤلفات عن الفيزياء، فانت من خلال هذه الكتب حاولت شو توصل فكره؟ يعني حقيقه انا كان البحث او الرساله مال الماجستير مالتي كانت متمحوره على موضوع طاقه الرياح، شلون نولد كهرباء من طاقه الرياح. بالازمه العالميه، ازمه الوقود عام 1973، اتجهت اغلب الدول المتقدمه الى الطاقه المتجدده. يعني احنا حاليا نقيس على العراق حاليا اغلب استخداماتنا خاصه كهرباء وتوليد الكهرباء يعتمد على الوقود. صح. الوقود بسيارات. من سيارات الوقود تلوث بيئي بالدرجه الاساس. اضافه هذه الوقود احتراقه يولد ثاني اكسيد الكربون، اللي هو وظيفته يعمل كسحابه حول الغلاف الجوي للكره الارضيه، ما يسمى بالاحتباس الحراري. هذا الاحتباس الحراري الميزه مالته او الخاصيه مالته انه يسمح لنفوذ اشعه الشمس ويمنع خروجها مثل البيت الزجاجي، فيؤدي الى شنو؟ الى ازدياد او ارتفاع درجه الحراره في سطح الارض. اذا نلاحظ التقلبات الجويه حاليا اللي قاعده تحدث، الشتاء دا يقصر. اذا تلاحظون الشتاء حاليا دا يقصر والصيف اكثر. يعني حتى حاليا دا نلاحظ في الفتره الحاليه حتى الشتاء ما اجى بالشتاء اللي احنا متعودين عليه. هذا كله تاثيرات استخدام الوقود بشكل مفرط.
يعني اصبحت الدول المتقدمه حاليا تميل الى نسبه مساعده، احنا ما نقول نسبه 100%، لكن الى نسبه مساعده استخدام الطاقه المتجدده اللي هي طاقه متعدده. يعني طاقه الرياح واحد من الاساليب اللي نستخدمها حاليا في العراق. وجود اماكن كثيره، يعني مثلا اذا نتكلم مثلا عن كردستان مثلا، الجبال هذه يقدروا يستغلونها في التوربينات اللي هي طاقه الرياح، تساعد وتساهم في الطاقه الكهربائيه. بدل ما انت تستخدم 100% وقود تستخدم 70% وقود، هذا يفرق. طاقه الكهرومائيه اللي هي طاقه السدود، يعني انا عندي سدود مال المي موجوده، يعني هسه تقيس بالعراق وسد الموصل والسدود الاخرى، ولو عندنا شحه بالسدود، لكن نتكلم على رؤيه لازم تكون الرؤيه اوسع للدوله، انه تبني سدود اكثر، توضع طاقه كهرومائيه، نولد كهرباء منين؟ من المي، وهذه طاقه نظيفه ما راح تؤدي الى انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، يعني طاقه نظيفه تسمى طاقه نظيفه او الطاقه المتجدده. فمره من خلال الكتب اللي اني الفتها كان اهتمامي جدا كبير على الطاقه المتجدده وعلى تاثيرها على البيئه بشكل كبير. بعض الطاقات احنا متوفره عندنا، بعض الطاقات ما متوفره، يعني اتكلم بعض الطاقات تكلمت بها عن طاقه المحيطات، يعني هذه ما موجوده عندنا. طاقه نقدر من باطن المحيطات نخرج حراره عاليه تنفع بالتدفئه، بدل ما تعتمد على اجهزه كهربائيه تحتاج كهرباء اكثر، تحتاج على تدفئه طبيعيه ما تحتاج الى كهرباء ولا وقود. طاقه المد والجزر ايضا طاقه يستخدمونها، احنا ما عندنا كبحار تصنف في البحار، لكن الاهم الشغل 3 طاقات يقدر يستخدمها المنطقه، خاصه منطقه العراق او دوله العراق، اللي هي الطاقه الشمسيه متوفره، طاقه الرياح متوفره، والطاقه الكهرومائيه طاقه السدود. ذني 3 طاقات اذا يقدر يتوجه الاقتصاد العراقي اهتمام بها، راح نلاحظ نسبه قليله تساعد او تساهم في التقليل من استخدام الوقود في توليد الطاقه الكهربائيه وانبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون. نعم. وعندي قبل ما اعرف نختم، عندنا يعني عندي رساله للعمليه التربويه. اولا العمليه التربويه تفتقر الى شغله مهمه جدا، اذا هذه الشغله وجدت راح نلاحظ تطور بالعمليه التربويه، اللي هي القيمه. ما اتكلم عن القيمه الماديه، يعني بعض الكوادر او بعض العمليه التربويه تبحث يجوز عندهم رؤيه انه زياده الراتب تساهم في التزام المدرس وتأدية واجب بشكل صح. لا، انا اشوف بالنسبه اكثر من هذا. بالنسبه للعمليه التربويه تحتاج الى قيمه. القيمه انه هو يشعر انسان من الدرجه الاولى محترم في المكان اللي يروح له، لان هو الاساس مثل ما قلت وذكرت سابقا، انه هو الاساس بالمجتمع واساس ب يعني انتاج جيل جديد واصلاح. يعني هذا مدرس اصلح لي 10 طلاب، مستقبل 10 طلاب يصيرون موظفين، دول 10 موظفين راح ياثرون باللي حواليهم، بالناس المراجعه لهم، دول راح يولدون مئات، والمئات تولد الاف. والمجتمع اصلاحه يبدا من الفرد ما يبدا من المجموعه. احنا دائما نذب اللوم على المجتمع بشكل عام، لا، احنا نذب اللوم على الفرد وحده. اذا الفرد انا اصلحت نفسي، انت اصلحت نفسك، المقابل اصلح نفسه، اصبح المجتمع صالح. اما انه انا انتظر معجزه تصير وادب اللوم على المجتمع او على الدوله وانا ناسي واجباتي او ناسي المسؤوليه اللي علي، فاكيد انا واحد من الاسباب. انا دوله، انا موظف، انا مثل الدوله. اذا انا ما ادي واجبي بشكل صح، اكيد الدوله ما راح تؤدي بشكل صح. فالمدرس يحتاج قيمه. قيمته من يروح الى المكان من يقول انا مدرس، احنا نفضل انت الاول، تفضل صحيح. امورك تمشي. حاليا انا ما اذكر بالاسماء، حاليا وليس انتقاصا منها، بعض الوظائف لما تقول انا موظف في مكان ما يعطيك كل التقدير الكبير، لكن لما تقول له مدرس ينظر لك باستصغار، وهذه مشكله. نتمنى هذه القيمه انه ترجع هذه القيمه جدا مهمه. جميع الفئات التدريسيه، جميع الفئات التدريسيه. يعني هسه انا اقول مثل ما توجد تحيه عسكريه للعسكري، اتمنى يعني تكون تحيه للمدرس بوضع اليد هيك
المدرس احتراما له. يستاهلون اكيد. يستاهلون اكيد من الاول ابتدائي لحد انه نعم. تاخذ كل جميع كل الرتب العسكريه همين. هذه ما جاء لا اقصد لو ما دارسين عند أكيد. المدرسين والمعلمين الكوادر أي. والقضاة والمحاماة والمهندسين أكيد. والاطباء كلها من المدرسه. اكيد. فاذا احسننا الى المدرسه احسننا الى جميع الوظائف. احنا نحييكم ونتمنى نحييكم لكم دائما الموفقيه. اتمنى لكم موفقيه وشكرا على الحوار الجميل وعلى تبادل المعلومات، وسعيد جدا بمعرفتي بكم، واتمنى لكم الموفقيه دائما. احنا نسعد واهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. اكيد الشكر موصول لكل كادر العمل ولكل مشاهدي قناه كركوك الفضائيه. نتمنى ان نلتقيكم في حلقات قادمه. نقول لكم الى اللقاء. إلى اللقاء.